مرحبا بكم في حلقة جديدة من زوم اوتو اللي غنهضروا فيها اليوم على الحدث العالمي معرض باريس الدولي للسيارات. وباش يوصلكم ديما الجديد ما تنساوش ديروا ابوني. من بعد 4 سنين من الغياب، المعرض الدولي باريس رجع بقوة باش يستعرض ألمع السيارات الجديدة. كنا من بين المدعوين تغطية هذه النسخة 89 في البرنامج من 300 ألف إلى 400 ألف زائر متوقع، وميزات جديدة رائعة وفروها المنظمين باش تكون الأحسن في تاريخ المعرض. نبداو بالعلامة التجارية رونو اللي مازال كتحتفل بالذكرى ال50 للأسطورة R5، واللي قدمت في هذا المعرض العديد من النماذج والإصدارات بحال R5 توربو 3 اللي تم الإعلان عنها كسيارة دريفت بمحرك 380 حصان اللي كينجز تسارع من 0 إلى 100 كم في الساعة في 3 ثواني فاصلة 9 فقط. رونو قدمت أيضا نموذج آخر وهو الموديل الكهربائي المستقبلي لسيارة إيركاد بتصور مذهل ومواصفات فريدة من نوعها. أما عن الإصدارات القادمة قريبا، رونو عرضت أوسترال سيارة الدفع الرباعي الجديدة من فئة سي واللي غتجي تاخد بلاصة كاتجار. الزوار قدروا يكتشفوها بالتفاصيل وخصوصا نسخة الهايبريد اللي غيتم تسويقها قريبا. أما الفرع الخاص بداسيا، تم استعراض الأسطول بالكامل بهوية جديدة وشعار جديد بالإضافة للنموذج الرائع مانيفيستو اللي خطف أنظار زوار المعرض. بالإضافة للنسخة الأخيرة ديال A110 خاصة إير راديكال وأيضا A522 فورمول 1، العلامة الفرنسية ألبين كتعلن سيارة جديدة اللي كتجسد مستقبل المنتجات والاستراتيجية ديالها الرياضية. من بعد سيارة سيدان ليمو، كتقدم شركة موبيلايز سيارة ديو اللي جات باش تستجب لاحتياجات التنقل في المدن واللي غتكون متاحة للجميع عبر اشتراكات مسبوقة الدفع. أما جناح العلامة التجارية بيجو فخصت مكان واسع للنجمة الجديدة 408 اللي غادي تبدا المبيعات ديالها في أوروبا في عام 2023. بملاحظة الأبعاد ديالها الغير مسبوقة فيمكن تصنفها من فئة البرلين، ومن الصعب أيضا تفرق بينها وبين فئة الSUV، فهي أيضا مرتفعة ب 4 سنتيمتر مقارنة مع 308. هاد السيارة الجديدة غادي توفر بمحركات هايبريد بقوة كتراوح ما بين 180 و 225 حصان، بالإضافة إلى محرك بنزين سعة 1.2 بورتيك بقوة 130 حصان. هاد السيارة غادي توفر بنسخة كهربائية 100% في أفق سنة 2024. ديست الرائدة في قائمة العلامات التجارية المتميزة لمجموعة ستيلانتيس كانت فرصة للزوار باش يكتشفوا اللمسات الجديدة ديالها والمحرك الجديد الهايبريد اللي كيمنح قوة 360 حصان. قدمت شركة DS أيضا الموديل الجديد DS E-Trans Performance، وهي سيارة رياضية ذات الأداءات العالية اللي كتوفر على محرك كهربائي مزدوج يقدر يمنح السيارة قوة 815 حصان. سالت الحلقة ديالنا اليوم، نشوفكم في الحلقة الجاية.